بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتتبعين الكرام، أحييكم تحية طيبة أينما كنتم، ويسعدني أن أدعوكم في رحلة مسافر للتعرف هذه المرة على تاريخ الموقع الأثري تموسيدا. وتموسيدا مدينة ومرفأ نهري يعود إلى العهد الروماني على الضفة اليسرى لنهر سابو، على بعد حوالي 14 كيلومتر بجماعة أولاد سلامة شمال القنيطرة، ويقع تقريبا في نصف المسافة بين شالة أو سلا جنوبا وبناصة شمالا. وتصل المساحة التي تغطيها أطلال الموقع الذي طاله الخراب والدمار على مدى الأزمنة، كأن زلزالا مدمرا أصابه، إلى 15 هكتار. وكانت تموسيدا تقع على الطريق الرومانية التي كانت تبدأ من طنجة وتمر من لكسوس وبناصة وتصل إلى شالة. ومدينة تموسيدا من ضمن الحواضر الموريطانية الطنجية التي لها تاريخ جد قديم، ورغم أن المدينة لم تذكر كثيرا في الكتابات القديمة، فقد تم تأكيد اكتشاف الموقع من قبل هنري دولا مارتينيز في عام 1912. ويرجح الباحثون أن منطقة سيدي علي بن حمد والموقع نفسه قد شهدتا التواجد الإنساني منذ العصر الحجري القديم، كما يتضح من خلال آخر الاكتشافات. كما مكنت الأبحاث المعمقة عن معطيات مهمة تخص مستوطنة موريطانية في تموسيدا، إذ تمكن باحث الآثار من تحديد بلدة موريطانية تعود إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، كما تم اكتشاف أنواع من الخزف المستورد الأسود. وقد استنتج الباحثون أن سكان موقع تموسيدا كانوا قد انخرطوا في علاقات تجارية مع المدن المتواجدة على طول ساحل المحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق منذ القرن الأول قبل الميلاد. بل قد مكنت عمليات البحث والتنقيب من إعادة الدراسة والتقييم والتحليل الجديد للمواد المكتشفة خلال الحفريات الأخيرة من فهم أكثر لتكوين الطبقات الأثرية للموقع، مما مكن من تتبع تاريخ تأسيس البلدة المورية أو الموريطانية إلى القرن السادس قبل الميلاد من خلال تواجد الأنفورات الفينيقية والخزف الفينيقي الأحمر. فبعد ضم غرب موريطانيا إلى الإمبراطورية الرومانية، شهدت مدينة تموسيدا ازدهارا اقتصاديا جديدا، ويعود الفضل في ذلك لتواجد ميناء نهري نشط، كما تدل على ذلك بقايا أنفورات. وشكل هذا الميناء مركزا تجاريا وعسكريا هاما خلال عهد الإمبراطور كلود الذي حكم من 41 إلى 54 ميلادية، حيث شهد الموقع تضاعف إنشاء البنايات. وينعكس التطور العمراني ومدى القيمة التي احتلتها المدينة نحو النصف الأول من القرن الثاني الميلادي في خط برنامج حضاري جديد يعتمد على مخطط يشمل الحمامات المعاد بناؤها ومعبد فينوس عشتار الصغير الواقع في الشمال الشرقي على ضفة النهر، ودور فاخرة على غرار دور وليلي والدور الموجودة في المواقع الرومانية بإسبانيا. كما تم إحداث إنشاءات بالحي الحديث مكونة من بيوت ومخازن القمح وأوراش العمل والبنايات الخدماتية المختلفة، وبإضافة لوظائفها التجارية والصناعية التي كانت وراء ازدهارها. لعبت تموسيدا دورا عسكريا مهما، إذ كانت مأهولة بقدوم الجنود، وقد أصبحت تحت حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس الذي حكم من سنة 161 إلى سنة 180 الميلاد أكبر معسكر روماني بني في أراضي موريطانيا الطنجية، أي الجزء الشمالي من المغرب الحالي، لحماية السكان من عدو ما ظل مجهولا بالنسبة للباحثين.
وتم تشييد سور حول المدينة في عهد كومود. وقد امتدت المدينة كما قلنا على مساحة تعادل 2.25 هكتار، حيث نجد أن تخطيطها تم على شاكلة مستطيل وله 14 برجا داخليا، كما تتوفر على 4 أبواب يحد كل منها برجين. في نهاية القرن الثاني الميلادي أصبحت المدينة محصنة بسور يمتد لحوالي 1600 متر، واصل ارتفاعه ما بين 240 سنتيمتر إلى 2.5 متر. وتم تمتين هذا الجدار من الجهات الخارجية ب12 برجا، نصف دائري وحصن دائري في الجزء الشمالي الغربي. وقد مكنت الأبحاث الأركيولوجية الجديدة من الكشف على العديد من المساكن والمخازن والأفران والمساكن خارج الأسوار الرومانية تعود إلى القرن الثالث الميلادي من خلال المسح المغناطيسي والحفريات الأثرية. ويستنتج الباحثون أن المدينة كانت لا تزال نشيطة إلى حدود الانسحاب الروماني، والذي وقع بين عامي 274 و 280 للميلاد. وأثبتت بعض الاكتشافات أن تموسيدا ظلت مدينة نشطة بعد مغادرة الرومان، إذ أكدت معطيات جديدة استمرار الاستيطان بالموقع محليا، كما يدل على ذلك العثور على عملة تعود ل 353 ميلادية، وكذلك أجزاء من الخزف تعود إلى القرن الثاني، بالإضافة إلى بعض أطلال التحصينات تعود إلى مرحلة ما بعد الرومان. كما أن هناك احتمال استيطان الموقع خلال العهد الإسلامي، وتدل عليه أجزاء من الخزف الفاخر والخزف العادي ذو الطلاء الزجاجي الأخضر، والذي تم اكتشافه في عدة أجزاء من الموقع الذي طاله الخراب كما قلنا والدمار على مدى الأزمنة، حتى كاد أن لا يكون شيئا. وتم تصنيف موقع تموسيدا في عداد الآثار من طرف الوزارة الوصية سنة 2001، ونتمنى أن يكون هذا التصنيف بادرة خير لترميم الموقع كما ينبغي أن يرمم. وأتمنى أن نكون قد قمنا برحلة ممتعة عبر الزمن للوقوف على إحدى المعالم الأثرية والتاريخية للمغرب، وعلى أمل اللقاء في رحلة أخرى إن شاء الله. أشكركم على المتابعة، متمنيا لكم أوقاتا طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.